السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدوي، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن. عايزة اقولك بقى هنعمل الفراخ النهاردة بتتبيلة خطيرة زي بتاعة اكبر المطاعم. هتطلع معاكي جوسي كده ولحمها طري، وفي نفس الوقت مستوية كويس جدا. وده بسبب المكون اللي احنا هنضيفه النهاردة على التتبيلة بتاعة الفراخ. هتطلع معاكي لحمة الفراخ دايبة كده وجوسي كده وطرية وجميلة. وحابة أقولك الطريقة دي تنفع في الفرن وتنفع برضو على الفحم لو انت حابة تعمليها على الفحم. هقولك تعمليها في الفرن ازاي، ولو حابة تعمليها على الفحم تعمليها ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد هننزله إن شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. واول حاجه في الطريقه بتاعت النهارده وهي الفراخ، معايا كده جزء من الفراخ. دي فراخ بيضه يا جماعه. الفرخه كده حوالي كيلو ونص. بتجيبي بقى الفراخ كده وتغسليها كويس جدا، وبعد كده بقى بتحطها كده في شويه ميه وملح ومعلقه كبيره كده من الطحينه بتدوبها في الميه، وتحطي الفراخ فيها. الطحينه هنا والملح بيمنعوا الزفاره بتاعت الفراخ، وبيخلي الفراخ كده مش ليها اي ريحه نهائيا. بعد كده بقى بتشطفوهم كده بميه جاريه من الحنفيه. وانتي بتنضفي الفراخ، راعي ان انت تنضفي اللحميه في الحته اللي انا بشاور لك عليها دي، لان اللحميه في المنطقه دي بيكون فيها زفاره. وزي ما انتوا شايفين انا قطعت الفراخ كده لنصين، يعني كل فرخه كده قطعتها كده نصين. بعد كده بقى همسك كل نص من دول، وابتدي بقى اعمل فتحه كده في الصدر وفتحه في الورك كده من تحت، وابتدي بقى انغزها كده بالسكينه، بحيث لما اجي احط عليها التتبيله تتشرب كل التتبيله. شايفين؟ باجي كده على الناحية اللي فيها الصدر واشق الصدر كده نصين، وباجي بقى على الدبوسة كده بتاعة الورك وابتدي اشقها كده شقة كده بالسكينة، وبنغز الفراخ بالشكل دوت. كده الفراخ هتتشرب معايا كل التتبيلة. هعمل بقى الاربع نصاص بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده، بحيث لما اجي احط عليهم التتبيلة تتشرب كل حاجة. دلوقتي بقى انا جهزت الفراخ، تعالوا بقى نعمل التتبيلة. معايا بقى 3 بصلات كده زي ما انتوا شايفين بالحجم دوت، هبتدي بقى اقطعهم كده واحطهم في الكبه. انت بقى لو مش عندك الكبه تقدري تبشريهم على المبشره، يعني مش شرط الكبه نهائيا. بس لو عندك الكبه اختصري بقى الموضوع واعملي كل حاجه فيها. دلوقتي بقى هقطع ال3 بصلات عشان اساعد الكبه. وبعد كده بقى هجيب حبيتين من الطماطم، وهبتدي بقى اقطعهم كده بنفس الطريقه اللي قطعتي بها البصل. طبعا في المرحلة دي تقدري تبشري البصل وتضربي بقى بقية المكونات في شفشق الخلاط عادي جدا، لأن الطماطم هتسهل عليكي عملية الضرب. ودلوقتي بقى لو حد سألني وقال ينفع نحط معلقة صلصة مكان الطماطم، هقولك ما ينفعش. ليه بقى؟ علشان الصلصة مش هتديكي نفس التست بتاع الطماطم. الطماطم وهي فريش بتكون طعمها كده حلو، وفي نفس الوقت فيها سكارة. ودلوقتي بقى هكون محضرة كده حوالي 6 فصوص أو 7 فصوص من التوم، وابتدي أحطهم برضو على الإيه، على التتبيلة. ودول كده 3 قرون من الفلفل. تقدري تستخدمي الفلفل البارد او الفلفل الحامي. وطبعا يفضل الفلفل يكون لونه احمر، انما لو ما عندكيش اللون الاحمر عادي جدا تقدري تستخدمي الفلفل الاخضر. هو بيفرق بس في لون التتبيله. دلوقتي بقى هضرب كل الحاجات دي كده مع بعضيها. وزي ما قلت لك كده تقدري تبشري البصل على المبشره، وتضربي بقى الطماطم والثوم والفلفل مع بعضيهم كده في الخلاط عادي جدا، مش هيحصل اي حاجه. الخليط سائل كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هجيب طبق فاضي كده وابتدي افضي فيه التتبيله بعد ما نعمت معايا بالشكل دوت، علشان بقى نضيف عليها التوابل والمكونات الباقيه. واول حاجه هنضيفها في التوابل النهارده وهي معلقه كده صغيره كده من الجنزبيل، ما تستغنيش عنها، لان هتديكي تيست حلو قوي للتتبيله. بعد كده بقى هضيف معلقه صغيره من القرفه، ودول كده معلقتين صغيرين من الفلفل الاسمر. وطبعا الفلفل الاسمر هنا بيكون طحنين عليه حبهان، انت لو مش طحنه عليه حبهان تقدري تحطي كده حبيتين من الحبهان على الخلطه دي. وبعد كده بقى هضيف معلقتين كده صغيرين من الكاري، برضو مش تستغني عنهم. ودلوقتي بقى هضيف ايه، هضيف معلقة كبيرة كده من الزعتر. الزعتر الورق كده زي ما انتوا شايفين. الزعتر هنا برضو هيديني تيست حلو قوي هو والكاري، وفي نفس الوقت برضو هيغنيكي عن الخلطات الجاهزة. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين ضفت نص معلقة كبيرة كده من الملح. ودول كده ليمونتين متوسطين، يعني كل فرخة كده بتاخد ليمونة. زي ما قلت لكم كده التتبيلة دي هتكفي الفرختين. بعد ما هعصر الليمونتين كويس جدا هضيف بقى كده معلقتين كبار من الخل. وبرده مش تستغنى عن الخل، لان الخل بيساعد على تسوية لحمة الفراخ اثناء التتبيل يا جماعة، فمش تستغنى عنه هو والليمون. وفي نفس الوقت برضو الخل والليمون بيدوا مزازة كده بسيطة، ما بتكونش عالية قوي. المقدار ده مظبوط جدا جدا لفرختين يا جماعة.
لو هتقسموا بقى المقدار هتحطي كده ليمونه واحده ومعلقه كبيره بس من الخل. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هضيف كده حوالي كده معلقتين كبار كده من الزبادي. دي علبه زبادي كده وزنها 120 جرام. وعايزه اقول لك معلقتين الزبادي او الياجورت اللي احنا حطيناهم دول هيساعدوا ان الفراخ تبقى طريه معاكي كده وطعمها طعم جدا جدا. وطبعا الناس اللي مش متعوده تحط زبادي او خل او ليمون على تتبيله الفراخ، لا حطوها هتديكي تيست حلو قوي، وفي نفس الوقت طعم الحاجات دي مش بيظهر خالص في التتبيله او في طعم الفراخ بعد التسويه. هي مجرد بس بتديكي طعم كده زي بتاع الحاتي بالظبط. فما تستغنيش عن كل الحاجات اللي احنا حطيناها ديت، كلها حاجات مهمه وفي نفس الوقت هتديكي تيست حلو. دلوقتي بقى انا كنت مجهزه الفراخ طبعا مقطعاها ومنغذاها كده بالسكينه ومفتحه الصدر زي ما انتوا شايفين. هاجي بقى بين الجلد كده واللحم وابتدي احط التتبيله. وفي الشقه بتاعه الصدر اللي انا لسه شقاها دلوقتي هبتدي برضه احط التتبيله. بعد كده بقى اروح قلبها على الناحيه التانية كده وابتدي بقى احط التتبيله كده على الجزء الداخلي برضه. واحشي بقى الفراخ من كل حته، اي حته انا مفتحاها هحط فيها التتبيله. يعني الحته اللي انت فاتحاها في الدبوس احشيها برضه بالتتبيله. همسك بقى كل نص كده زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه. شايفين الشقه اللي انا شقاها في الصدر؟ بحشيها كده واملاها. وبعد كده بروح رافعه الجلد كده وموركه الفرخه كده لو مش متوركه، وابتدي احط التتبيله. عايزه كل حته في الفراخ يكون عليها التتبيله بحيث ان هي تشرب التتبيله كويس جدا. وطبعا علشان تاخدي نتيجه كويسه لازم الفراخ دي تقعد كده في التلاجة يا اما ليله كامله يا اما مش اقل من ساعتين. اوعي تسويها على طول، مش هتاخدي نتيجه حلوه. الفراخ مش هتلحق تشرب طعم التتبيله. فسيبيها كده مش اقل من ساعتين 3 او ليله كامله. يعني تقدري تعمليها من بالليل وبعد كده تسويها الصبح عادي جدا، مش يحصل لها اي حاجه. دلوقتي بقى انا هغطي عليها كده وهسيبها كده من بالليل للصبح. وزي ما قلت لك كده تقدري تسيبها ساعتين 3، مش شرط من بالليل للصبح، بس علشان انا مش مستعجله فعملتها براحتي. وده كان شكلها يا جماعه بعد ما فات عليه كده حوالي 6 ساعات. هروح بقى منفضه التتبيله كده من عليها من فوق. وهبتدي بقى اجيب الصينيه اللي انا هرص فيها الفراخ على حسب طبعا كميه الفراخ. انا النهارده عشان هعمل فرختين فاعملها في الصينيه اللي بالحجم ده. هرص بقى الفراخ كده جنب بعضيها. بس اهم حاجه زي ما قلت لك نفضي التتبيله كده من على وش الفراخ. انما التتبيله اللي بين الاجزاء كده وبعضيها ما تلطيهاش. سيبها كده زي ما هي، اهم حاجه الجزء اللي فوق الفراخ كده علشان ما يتحرقش منك اثناء التسويه. وطبعا التتبيله اللي كانت موجوده في الطبق فضيتها كلها كده في الصينيه، ما تستغنيش عن اي جزء من التتبيله. فضيه كده بين الفراخ وبعضيها بحيث لما تيجي تستوي تتشرب برضو كده من تحت كده من التتبيله. عايزه اقول لكم التتبيله دي هتنفع للفراخ اللي على الفحم والفراخ اللي في الفرن. ودلوقتي هقولك لو حابه تسويها على الفحم هتسويها ازاي، بس تركزوا معايا الاول. دلوقتي بقى انا غطيت الفراخ كده بورقه زبده وبعدها كده بورقه فويل او الورق الالومنيوم اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انت لو ما عندكيش الورق الفويل ده حاولي تغطيها بقى كده بغطا محكم، ان شاء الله حتى بغطا حله. لو الصينيه مدوره غطيها بغطا حله، مش شرط ورق الفويل. اهم حاجه الغطا اللي على الفراخ يكون محكم علشان الفراخ تستوي معاكي كويس جدا. وبتشغلي الفرن بقى على درجه حراره 200 وتسيبيها كده لمده ساعه ونص تاخد وتدي كده مع بعضيها. بس طبعا انت مش تسيبيها في الفرن كده لمدة ساعة ونص من غير ما تبصي عليها. لازم خلال الساعة ونص دول كل حوالي نص ساعة كده تبصي على الفراخ، تكشفي كده طرف الورق وتبصي. لقيت الفراخ استوت كده ونزلت الصوص بتاعها، بتكشفي عليها كده زي ما انت شايفة وتدهني وش الفراخ الأول بالصوص علشان تتحمر معاكي بسرعة من غير سمنة ولا دهون ولا أي حاجة. هي بس دهنة كده بالصوص اللي نزلته. تدهني وش الفراخ وتدخلها الفرن مرة تانية. بس طبعا في المرة التانية بقى بتشغلي الشواية، ما بتشغليش من تحت. هي مجرد بس الشواية تحمر وش الفراخ كده وبعد كده بتاخد اللون الحلو ده وتطلعيها. بس علشان تاخد لون موحد كده زي ما انت شايفة لازم كل شوية تطلعي الصينية وتلفيها على الناحية التانية بحيث تاخد لون موحد كده من كل حتة، ما تبقاش حتة وحتة. وده كان شكل الفراخ بعد ما خدت اللون الحلو بتاعها يا جماعة. شايفين شكلها كده لوحده يفتح النفس. انتي بقى لو هتشوي الفراخ على الفحم ساعتها مش شرط تحطيها على النار سواء على البوتاجاز او في الفرن. بتطلعيها بعد ما تحطيها في التتبيله من التلاجة وتقطعيها كده لقطع صغيره، وبعد كده بقى بتحطها في الشبكه وتولعي الفحم طبعا وتشويها على الشبكه. بس طبعا انت لو هتشوي الفراخ من غير التسويه على النار خالص على الفحم لازم يكون وزن الفراخ كده وزنه بسيط. يعني الفرخه تكون حوالي كيلو وربع، ما تتعداش الكيلو ونص.
بحيث تستوي معاكي من غير ما تحطيها على النار. انما بقى لو وزن الفراخ كبير عندك ومضطره ان انت تشويها على الفحم او حابه تشويها على الفحم، لازم بقى تديها كده نص تسويه على البوتاجاز الاول او في الفرن، وبعد كده بقى تروح حطها على الفحم. ما ينفعش تحط الفراخ اللي وزنها كبير على الفحم على طول من غير ما تسويها، مش هتستوي معاكي بسرعه وهتاخد معاكي وقت. شايفين شكل الفراخ؟ عايزه اقولك دايبه كده دوبان، وفي نفس الوقت برضو ماسكه نفسيها، مش مهريه. شايفين؟ وعايزه اقولك علبه الزبادي اللي احنا حطيناها تطلع لك الفراخ كده طعمها طعم طعامه. يعني مش عايزه اقولك احلى من بتاعه الحاتي مليون مره. لازم تجربوا التتبيله دي، هتعجبكم جدا جدا. ومش تنسوا بقى تدعوا لي دعوه حلوه كده بالخير لما تجربوها وتعجبكم. واحلى حاجه في الخلطه دي ان انتي مش هتحتاجي اي حاجه من بره، لا خلطات جاهزه ولا خلطات مشاوي. عايزه اقول لكم ما شاء الله انا بقالي سنين بعمل الفراخ بنفس التتبيله. وطبعا انتوا بقى لو حابين تعملوا فرخة واحدة بس هتقسموا كل حاجة نصين. يعني معلقة الجنزبيل هتحطوا نصها، معلقتين الفلفل الأسمر هتحطوا معلقة واحدة بس، والقرفة هتحطوا نص معلقة، كل حاجة بالنص. حتى الزبادي تقدري تحطي ساعتها كده معلقة كده كبيرة من الزبادي لو هتعملي فرخة واحدة. يا ريت بقى كل اللي وصل للحتة دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك. الفيديو جميل ويستاهل لايك. وبالنسبة بقى لضيوفنا الجداد اللي أول مرة يشوفوا القناة وعجبتهم القناة وحابين يشتركوا فيها، أكيد يشرفنا اشتراكهم. بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلهم إشعار بكل فيديو جديد هننزله إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.